كل اللي بيدوق الحواوشي من ايدي لازم قبل ما يمشي لازم يطلب الطريقة بتاعته، بجد طريقته سهلة واحسن وانضف من بره مليون مرة. هتبقى الكبة حطي فيها فلفلاية حمرا، فلفلاية خضرا، فلفلاية حارة، كمان بصلتين كبار، فص توم، كل ده في الكبة. لو ما عندكيش كبة ممكن من مبشرة. على نص كيلو من اللحمة وفيها نسبة دهن نحط بقى معلقة كبيرة كده من بهارات الحواوشي الجاهزة، كمان بابريكا وفلفل اسود ورشة بسيطة من الملح، علشان البهارات بتاعة الحواوشي الجاهزة بيبقى فيها نسبة ملح. نجيب بقى العيش البلدي بتاعنا نفتحه كده ونحط كمية اللحم اللي احنا عايزينها. نجيب بقى الطاسة او الصينية نحط فيها شوية زيت ونغلف العيش من الجهتين، ندخلهم على نار عالية. بعد كده بنخلي النار وسط لحد اما بيستوي معاكي. بجد بألف هنا يا حبيبة قلبي. لو عاوزة بقى الحواوشي بتاعك يكون طري ومش ناشف او مش مقرمش، اول ما بتطلعيه بتغطيه كده بكيسة عشان يطرى معاكي. مع السلامة.